فيلم مصطفى أو الساحر الصغير، فيلم صامت كوميدي اتعرض سنة 1932. هو مزيج ما بين التسجيلي والروائي، أول الأفلام اللي استخدمت أسلوب الفلاش باك. أول فيلم يحمل اسم طفل، البطولة المطلقة للطفل مصطفى. الفيلم إنتاج معهد العلوم والمخترعات الحديثة في اسكندرية. الفيلم تأليف وإخراج محمود خليل راشد، اللي أثبت قدرته على صناعة الأفلام التسجيلية، وهو أول مخرج بيستخدم الحيل والخدع السينمائية، زي لقطات في الفيلم اختفاء الأشياء وترجع تظهر تاني، تحريك جمجمة عظمية وبني آدم بيتحول لقطة ويرجع تاني إنسان، أو العودة للماضي. اللي صور الفيلم العباقرة محمد بيومي رائد التصوير السينمائي، الفيزي أورفانيلي صاحب أكاديمية التصوير، والمبدع محمود خليل راشد. قصة الفيلم: راشد قاعد على القهوة بيحكي لاصحابه رحلة مع ابنه الصغير مصطفى للهند، وان هو وابنه بطل الفيلم مصطفى كانوا بيتمشوا عند سفح جبل من جبال الهيمالايا، شافوا قطاع طرق بيحاولوا يطعنوا زعيم الصحراء بخنجر، وهم اتدخلوا وانقذوا الساحر اللي شكرهم وقدر يعلم مصطفى السحر وخد عليه عهد يستخدمه في الخير. حد من اللي قاعدين على القهوة ما صدقش الموضوع، بيجي الطفل مصطفى بيبين مهارته في السحر، بيطلع عصاية سحرية وبيجيب لهم صينية مسحورة عليها فنجانين قهوة. الراجل برضه ما بيصدقش، مصطفى بيحوله القطة ويرجعه الإنسان تاني. المهم مصطفى في احداث الفيلم بيقعد يعمل سحر لحد ما في يوم بيقابل شاب اسمه بهلول، كان كويس وبدأ يشرب خمور وحياته باظت. مصطفى بيساعده وبنشوف مشاهد لبهلول بيتحول فيها من شخص سليم لشخص مريض لهيكل عظمي. بهلول بيتجنن وبيلسع وبيخش مستشفى المجانين وبيهرب وبيتحول لحرامي. مصطفى الساحر بيتدخل وبينصحه يتوب وبيحوله الانسان سليم جسم وعقل. الاتحاد العام للفنانين العرب قام بترميم الفيلم بعد ما حد من الباحثين لقاه عند أرملة بطل الفيلم. اتعرض الفيلم بالكامل في برنامج ذاكرة السينما. الحمد لله انه ما اختفاش زي اللي اختفوا. ظهر في الفيلم ممثل موهوب اسمه يحيى نجاتي، اتولد في القاهرة سنة 1908 وكان شغال موظف في مصلحة البريد، واشتغل في أدوار صغيرة في أوائل الثلاثينات. شارك في بعض الأعمال المسرحية مع فرقة جورج أبيض. اشتغل تقريبا 13 فيلم من سنة 1932 لحد سنة 1950. صارع المرض لحد ما توفاه الله في مارس 1960. الله يرحمك. تابعونا.